اول مره قلت انا عايزه اعملها مامتي معايا. عشان حضرتك بجد شخصيه مريحه جدا وشخصيه مطمئنه. ما تعبتش ولا يوم الحمد لله. مع متابعه مع حضرتك طبعا ومع دكتور ايمان. حضرتك كنت معايا على طول، يعني كانت اي حاجه يجيلي صداع يجيلي اي حاجه مش عارفه بيعملها اكلمك ترد عليا. عملتها يوم خميس ونزلت الشغل بعديها بيومين على طول، ما تعبتش خالص، ما جاليش حتى التعب اللي هو الهبوط، يعني كنت ماشيه على الرولز كلها بالظبط، بشرب ميه كتير، بشرب العصاير، بعمل بلتزم بكل حاجه علشان امشي عليها مظبوط. والحمد لله يعني النتيجه معايا بانت بسرعه. انتي وصلتي الايديال ويت؟ مفيش ما بتقوليش 4 شهور تقريبا، 4 شهور او 3 شهور ونص وصلت للوزن اللي انا عايزاه، وبقيت مبسوطه ومرتاحه. يعني حاسه براحه نفسيه، شخصيتي حاسه انها اتغيرت، بقيت واثقه في نفسي اكتر بكتير. حاسه ان انا خفيفه، عارفه اتعامل مع كل حاجه. موضوع بقى اي شكلي مبقاش متردده في ان انا البس دي او البس ده، لا بقيت شايفه ان كل حاجه حلوه. يعني لا الموضوع غير معايا، فرق معايا كتير قوي. عندها رعب فزع رهيب، يعني هي من كتر ما هي كانت مش شايفه معايا الستابس بتاعتي هي اتشجعت، واحنا كان مستحيل بالنسبه لنا ان هي اساسا تاخد الستاب دي، بس هي اول ما شافت التغيير وشافت الكلام ده كله وشافت ان حضرتك متابعه معايا على طول، فهي لا هي اطمنت وجت وسمعت وعملتها برضو في لا شيء، يعني في وقت قصير قوي. بجد بنصح اي حد ان هو فعلا محتاج ان هو ياخد الستاب دي ياخدها وما يخافش، وده ما فيهوش تعب خالص، ما فيهوش خوف، وحضرتك بجد حد محترم قوي وامين وصريح، وكل حاجه بتقولها بجد يعني ما بتقولش كلام لمجرد ان هي عمليه تعمل وخلاص، لا بجد حضرتك بتبقى فاهم الكيس وبتنصح بيها مظبوط وبتتابع. يعني حضرتك بتتابع معايا بقالك اكتر من 7 شهور، ما زهقتش مني ترد عليا في اي وقت. فيعني بجد كانت يعني احسن حاجه حصلت لي الصراحه في 2020.